شكرا للزميل العزيز احمد عبد الرازق لتعليق الاحداث الشوط الاول من هذه المباراه. الاسماعيلي يتقدم على النصر التعدين بهدف مقابل لا شيء احرزه محمد فتحي في الدقيقه 14 من عمر هذا الشوط، وتغييرين اضطراريين للنادي الاسماعيلي بخروج حسني عبد ربه في الدقيقه 21 ونزول شكري نجيب، وايضا خروج محمد ابو المجد ودخول باهر المحمدي. كابتن علاء، التغيير في الثلاثي تحت راس الحربه، يمكن اتكلمنا على الثلاثي وتمركزهم، التغيير في الثلاثي وتبادل المراكز. هو التغيير بين الاثنين اكتر واضح، اللي هو في بدايه الدقيقه 15 كان تورك تحت الصعيدي، وفي الجنب اليمين بنهيني. بدا بعد الدقيقه 15 بداوا يتحركوا هما الاثنين كتير، وبس فضل ابراهيم حسن ثابت اكتر شويه في الجنب الشمال. فالتحرك ده هو بدا يفتح الثغرات في نادي التعدين. لكن طبعا هم الاثنين عندهم قدره تهديفيه يا كابتن تامر. يمكن هنشوف حالات طالبينها، لان هم الاثنين عندهم الاختراقات من تحت. والصعيدي كان النهارده كابتن عماد موفق تماما في ان هو يحطه في راس حربه. يمكن لو جبنا الجون الاولاني هنلاقيه ليه دور كبير جدا في هذا الهدف يعني. نعم. زي ما قلت لحضرتك ان كسرعه بنهيني. نعم. لكن تورك تحس ان هو كورته اعلى شويه، لكن كسرعه ومجهود بنهيني اكتر. نعم. كابتن اشرف، تقدم بدون مجهود لفريق نادي الاسماعيلي. يعني هو على قد المباراه يعني. وبرده اللي عامل كده امكانيات فرقه النصر التعدين. بصراحه تحس ان مفيش ترابط خالص في الخطوط الثلاثه. يعني محاولات فرديه منهم بيوصلوا حتى لمنطقه قبل منطقه ال 18 بتروح منهم الكره بشكل فيه سهوله. ده الهدف طبعا قدامنا. احمد الصعيدي يمكن انا شايف ان هو النهارده اجاد بشكل كبير جدا، يعني بيتحرك في المنطقه زي ما احنا قلنا. هو المهاجم اللي لازم يبقى موجود جوه منطقه ال 18، وهو عمل كده. يعني قدر ان هو استلم الكره بشكل كويس وحطها لمحمد فتحي بشكل رائع جدا. ومحمد يعني فيها توجيه اكتر من القوه يعني. احنا ليك تعليق على الثلاثي اللي تحت راس الحربه؟ انا قلت لحضرتك الاول الثلاثي بيتحركوا باللامركزيه، يعني الثلاثه تلاقي واحد هنا واحد هنا واحد هنا. في اوقات كتير جدا هتلاقي تورك ناحيه اليمين، هتلاقي ابراهيم حسن ناحيه الشمال، تحتيهم بناهيني، او بناهيني اللي يروح ناحيه اليمين وتورك تحتيه وابراهيم حسن ناحيه الشمال، او ساعات تلاقي ابراهيم حسن ناحيه اليمين. فهي هم الثلاثه امكانياتهم. على فكره الثلاثه كمان بيلعبوا برجلهم الشمال. نعم. فالثلاثه بيقدروا يتحركوا في الثلاث مراكز دول، يعني عندهم قدره على صناعه اللعب وعلى الاختراق. فالثلاثه زي بعض. بتختلف بقى النواحي البدنيه، يعني يمكن اقواهم هو بناهيني. نعم. لكن الاثنين التانيين الفنيات عندهم فعلا اعلى، بيقدروا يعملوا المراوغه، بيقدروا يوصلوا الكره صح. نعم. للمهاجمين. حتى كمان بناهيني عمل الاسيست كويس جدا في كوره كان محمد فتحي برضو شبيهه للهدف. نعم. بنسبه كبيره جدا، لكن لم يوفق فيها. هنشوف كل الحالات دي ان شاء الله. اتفضل. كابتن، يعني علاء لفت نظري هو اسلام سري وعبد العزيز امام دول الوحيدين اكثر نشاطا في فريق النصر التعدين. لكن لا حول ولا قوه، يعني هم الاثنين بيعملوا مجهود وعندهم كوره شويه، لكن طبعا في وسط المجموعه مجهودهم رايح. يمكن حضرتك قلت جمله كويسه قوي، باقل مجهود النادي الاسماعيلي قدر يكسب الشوط الاولاني يعني. لكن ما اعتقدش، يعني كابتن اشرف برضو بيقول على قد المباراه، هو لعب على قد المباراه. يعني ما يقدرش يعوض الشوط الثاني؟ مين؟ النصر التعدين؟ لا، صعب. يعني انا حسنت الامور. انا شايف الامور صعبه بالنسبه لهم، يعني هي دي فرق امكانيات. احنا ما بنلعبش ولا بنقول لا، هي فرق امكانيات. يعني باقل مجهود قدر النادي الاسماعيلي اللي هو يجيب هدف، وكان ممكن يجيب الثاني. نعم. بنفس السيستم. يعني بنفس السيستم برضه. هو النهارده الاسماعيلي مكتر قوي في الكور الجانبيه للورا للخلف. جه منها جون، كان هيجيبها منها الثاني، كان هيجيب منها الثالث. نعم. مكتر الحته دي قوي. لكن برضه عندهم برضه الحته الدفاعيه بس مظبطه شويه. نعم. قبل ما اروح للحالات كابتن اشرف، باتريك ايده بعيد عن عبد العزيز وعبد الاسلام سري، يعني في انسجام حتى بين الثلاثي، في فرق جاب كبير ما بينهم. ما هو انا زي ما قلت لك في البدايه ما فيش ترابط. كلمه عدم الترابط الخطوط، هتلاقي كل واحد الملعب بالنسبه له مفتوح. هو الترابط معناه ان الخطوط كلها تبقى قريبه من بعض. بدايه باتريك اول ما بيفقدوا الكره بيراجع من نص ملعبه. العدد اللي موجود في نص ملعب النصر التعدين ال10 لعيبه موجودين،
لكن هم مش واقفين صح، يعني التمركز بتاعهم سيء. ليه؟ نعم. ليه انا ليه بقول ان هو سيء؟ لان هو الكره بتوصل للاعب النادي الاسماعيلي وبيقدر يعمل عمليه الاستحواذ فيها والكنترول، يبقى انت مش ماسكه. نعم. يبقى انت متواجد فقط للتواجد، مش ان انت عايز تقطع كوره. نعم. هروح لزميلنا العزيز ونشيد جدا الزميل احمد عبد الرازق، معه الكابتن محمود مدني مدير الكره بفريق النصر التعدين. تحياتي ليك زميلي العزيز كابتن تامر صار، وتحيه لكل نجوم استاد النيل من هنا من استاد الاسماعيلي بين شوطي المباراه. تقدم طبعا زي ما حضراتكم متابعين، تقدم فريق الاسماعيلي بهدف مقابل لا شيء. معنا الان كابتن محمود مدني مدير الكره بنادي النصر التعدين. كابتن محمود برحب بك معنا في استوديو. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، وبرحب بالكابتن تامر وبشكر كل الاخوه في الاستوديو. كابتن محمود، النهارده استمرارا للاداء الشوط الثاني، هل في تغييرات، هل في توجيهات من كابتن حمد رسلان النهارده عشان تصحح الاوضاع بعض الشيء في الشوط الثاني؟ والله الشوط الثاني ان شاء الله هيبقى في طريقه هجوميه افضل، وهنحاول ان احنا ان شاء الله نضغط في نص الملعب، هنلعب فرو الثاني ان شاء الله، نحاول ان شاء الله نقدر نعمل حتى تعادل مع نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي فرقه كبيره وفرقه محترمه والمباراه على ارضها، نحاول ان شاء الله حتى بقدر الامكان ان احنا نطلع متعادلين في هذا اللقاء. كابتن محمود، طبعا كلمني عن الكابتن حماده رسلان النهارده. انت وكابتن حماده في ايقاف بتديروا المباراه من خارج الخطوط النهارده؟ والله الكابتن حماده رسلان والكابتن شوقي احنا من موقوفين من مباراه الزمالك واخدين ايقاف مباراه، فالمباراه يعني ماشيه بسير كويس. اداء منخفض من نادي الاسماعيلي ونادي النصر للتعدين، مباراه فنيا مش عاليه جدا، مستوى الفرقتين مش عالي برضه، فالمباراه مش بعيد التعادل او المكسب، سهل جدا ان شاء الله لو اللعيبه ركزوا شويه وبقوا في ضغط من نص الملعب ولعبنا الفرو الثاني ممكن نطلع نتعادل وممكن نكسب المباراه. قول لي المناوشات كانت معاكم، اللي كانت في الملعب دي كانت معاكم، اللي كانت في المدرجات دي كانت معاكم انتوا؟ دي من احد الجمهور كان بيرد مع الكابتن حماده رسلان. حصل بقى بينه وبين الكابتن حماده رسلان؟ والله كابتن بيقول له اسكت، بيوجه الكابتن حماده للمدرب العام، فواحد من احد الجمهور بيتكلموا بطريقه مش كويسه، باسلوب غير رياضي ما اقدرش اتكلم بيه، فاحنا بكل ادب والناس محترمه جدا في الاسماعيليه وما عندناش اي مشاكل، فقلنا له شجع فرقتك بكل اخلاق رياضيه وبكل روح، بس ما يجيش ناحيه الجهاز الفني. نتمنى لكم التوفيق يا كابتن محمود، اشكرك. شكرا يا كابتن. شكرا يا فندم. شكرا يا كابتن. مشاهدينا، ده كان لقائنا بين شوطي المباراه. الكلمه تطير سريعا الى استاد النيل مع الكابتن تامر صار. الى هناك. شكرا للزميل العزيز احمد عبد الرازق. طبعا بين شوطي دي المباراه كانت تشاهد الحالات التي طلبت طبعا في الشوط الاول. الكابتن علاء نبيل طلب الهدف الاول محمد فتحي في الدقيقه 14 من عمر هذا اللقاء. طبعا تحرك كويس قوي من بهاء، واثره وهو يعني الكره اي حد يقول هيطلع بره، لكن لعبها من لمسه واحده طبعا ستوب. هنا الجون يعني هو طبعا الصعيدي سلامه كويس قوي، وبص ليه ما طمعش فيها، كان ممكن يلف وكان ممكن يعني يحاول ينسب الجول لنفسه، لكن طبعا محمد فتحي جاي من الخلف حطها له، والتاني بكل عقلانيه حطها ببطن رجليه. نعم. يعني من طبعا من الاجوال الجميله طبعا حضرتك ايوه زي السهم كده ماشي. طبعا هو بدا يفكر اول ما الكوره راحت لمحمد فتحي، لكن هو لو واخد خطوه من قبلها كان ممكن الهدف ده ما يجيش، لكن ده طبعا ده بطء في التفكير وبطء في التصرف، وده برضه بيوضح لنا كابتن ان هم نص الملعب بتاع التعدين فاضي. ليه؟ انك انت النهارده محمد فتحي دي اول كوره طلع بيها جاب بيها جول، صحيح. وفي كوره كابتن اشرف طالبها لعبها بنفس المكان. نعم. وحسني عبد الرب بيتقدم، كان الجون ده قبل ما حسني عبد الرب يطلع. فيعني هم الاثنين في نص الملعب وطالعين لغايه خط 6 بتوع او خط 18 للتعدين، معنى كده ان الجيم بالنسبه لهم كان ايزي شويه يعني. هو هشام عبد الحميد متحمل المساله الدفاعيه في وسط ميدان النصر التعدين. الحاله اللي طلبها الكابتن اشرف قاسم تبين برضو الترابط، والحاله نفس الحاله طلبها الكابتن علاء نبيل، ونفس الفكره طبعا اللي الكابتن عماد سليمان. هو اللي واضح ان بص حتى كمان في هنا في نوع من التهاون طبعا في الباسنج ده. ابراهيم حسن بيمر بالكوره عملها العرضيه، وعلى فكره هو في تحس ان في اتفاق طبعا. بناهيني اللقطه هي كان الشادو اللي موجود على بناهيني، مفيش ضغط حتى من المدافع، يعني بيسيبه يلف براحته جدا. الف ب في التعامل مع المهاجم ان انت ما تخلوش يلف عليك. صحيح. هو سابه، يعني بص هنا برضه مفيش ضغط هنا على ابراهيم بشكل ايجابي. هنا برضه الراجل بناهيني قدر يتعامل مع الكوره كويس، الضغطه بعيده جدا، سابه خوف ان هو ممكن يعمل حاجه.
هنا رؤيه جيده جدا من بناهيني وتحرك رائع من محمد فتحي وسوء تغطيه من مدافعي النصر التعدين. صحيح. بص المساحه اللي معموله دي، الخطوط اللي معموله اسلام عملها لنا، صحيح. يعني مساحه كبيره جدا. فاضي على طول. يمكن احمد عبد الرازق قال هو كان لازم يخش يشوطها جامد، لا هو انا مع ان محمد فتحي ركنها برضه، بس كانت عايزه تتركن في البعيده مش في نفس الزاويه اللي هو حط فيها الكوره، يعني لو اتحطت في الناحيه الثانيه كانت هتروح جول. لكن بص برضو التغطيه بتاعت في حوالي 6 من نصر التعدين او 7 داخل منطقه ال 18، لكن كلهم بيتفرجوا على الكوره مش شايفين اللي بره. لازم واحد كان يطلع لبره، يعني الثلاثه اللي موجودين اللي معمولين 1 2 3 ادي 7 لعيبه ابيض على 3-0 او 4 والرابع جاي من تحت. الرابع اللي جاي من تحت لازم حد يكون متواجد موجود معاه. صحيح. واحد من النصر التعدين كان لازم يبقى واقف على منطقه ال 18. صحيح. يقفل مساحه التسديد دي على محمد فتحي. طبعا للاسف في تمركز سيء، طبعا كله بيروح بيدي ظهره برده. للاسف حاجه غريبه جدا ان مدافع يروح عشان عايز يقطع الكوره يدي ظهره للي بيشوط. طب ما الشوط ده لو لم الكوره انت خلاص اكنك مش موجود في الملعب، يعني ما تطلعش نفسك بره اللعب. ده الكره المصريه يعني حاجه غريبه جدا. لكن على فكره برضو عاوز الوم نادي الاسماعيلي ان هو ما استمرش في الضغط الهجومي على النصر التعدين عشان يحرز هدف تاني. بقى في نوع من استسهال للمباراه. لا المباراه الكوره ما فيهاش كده. انت قلت بيلعب على القد. بس هو جاب جون. عايز اتكلم على التغييرات الشوط الثاني بالنسبه لفريق الاسماعيلي ونصر التعدين. هو الاسماعيلي خلاص دلوقتي هو كابتن محمود بدري قال لك هندفع براس حربه ثاني في وسط في نصر التعدين. المشكله مش مشكله راس حربه، المشكله في مشكله توظيف داخل الملعب، مشكله في تمركز، في سيستم، في تكتيك. المشكله في الحته دي مش مشكله راس حربه تاني، ما ينزل ان شاء الله راسان حربه. المهم هيبقى في التنظيم جوه الملعب ازاي. هي دي النقطه. نعم. وبعدين مين اللعيب السوبر اللي ممكن يقدر ينزل لك خلص لك الجيم في خلال 45 دقيقه. بس لو فضل الاسماعيلي بهذا التراخي ممكن نصر التعدين يحرز هدف. لا هو لازم الاسماعيلي طبعا، يعني ما فيش حاجه اسمها تراخي او استهتار من فرقه بتلعب قدامها. انت ممكن كوره مرتده حتى لو عشوائيه ممكن تيجي فيك هدف وممكن ما تعرفش تعوض تاني. لا. هو المفروض الفرق اللي لما بيجيب جون وتحس ان الفرقه اللي قدامها اقل منها المفروض تضغط عليه اكتر لغايه ما تجيب جون واثنين وثلاثه. لكن موضوع ان انت محاولات، بس محاولات ما فيهاش فاعليه كمان. يعني ايجابيه النادي الاسماعيلي يعني على فترات، يعني الكره بتاعت بناهيني، الكره الثانيه اللي اتشاطت بتاعت شكري نجيب اللي بره المرمى، يعني محاولات بس ما تحسش ان عايزين، يعني هم حاسين ان في اي وقت ممكن يجي جول. لا نعم. هي الكره ما فيش كده، ممكن الكره تترد عليك يجي فيك هدف. نعم. فممكن يسعى ليها دي النصر التعدين. كريم بامبو ليه دور في الشوط الثاني؟ بس مش دلوقتي. اكيد مش دلوقتي، لان طبعا الحالتين الاصابه الاضطراريين دول هيأخر الموضوع شويه. نعم. كابتن اشرف، الاسماعيلي ممكن ينتظر شويه، ما عندوش ان هو لو هو هيغير يبقى مجرد للتغيير، يعني هو مش محتاجه دلوقتي. يعني مش محتاج. والنصر التعدين نصر التعدين طبعا عنده مشاكل كتير جدا. هو لازم اللعيبه تتوظف في الملعب ان هم دلوقتي يوصلوا ان هم يجيبوا هدف تعادل، يعني ما تحاول بقدر الامكان ما يخشش فيك هدف تاني. الهدف تاني يبقى انت خلصت المباراه بالنسبه لك انتهت. صحيح. محاوله احراز هدف هو ده اللي يسعى ليه دلوقتي. الشوط الثاني مع الزميل العزيز احمد عبد الرازق.